جبت لكم بقى اسهل واسرع تخزين كرنب. سهله وسريعه جدا، هتعمليها مش هتكمل معاكي 3 دقايق اصلا. بس قبل ما نبدا الفيديو اهم حاجه ما تنسيوش تحطوا لنا لايك وتقولوا رايكم في التعليق، ورابط القناه بتاعتي يا ريت كله يخش يشرفني فيها. في اول الصفحه خالص كله يخش يعمل متابعه. واهم حاجه لو عملتوش متابعه للصفحه، لو اول مره تخش معايا الصفحه يا ريت تعملوا متابعه الصفحه علشان خاطر يجيلك كل جديد. يلا بينا نبدا الفيديو. طبعا انا عندي كرومبتين جبتهم، هبتدي بقى ان انا اقطعهم بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. اهم حاجه ان انت تخلي بالك وانت بتقطعيهم كويس. انا بقطعهم بالشكل ده عشان ده بالنسبه لي اسهل واسرع تقطيع كرنب اصلا. زي ما انت شايفه انا بطلع الحته اللي في القلب الناشفه دي خالص، وبكده خلصتهم. هبتدي بقى ان انا احط ميه على النار. هنمشي مع بعض واحده واحده علشان خاطر تعمليها بسرعه. وكده حطيت الميه على النار اهي، يا دوبت لسه بتسخن. هنزل بقى بالحاجات اللي انا حطاها فيها. هنزل بحوالي 3 معالق او 4 معالق من الملح، وبعد كده هروح نازله بمعلقه اللي هتحافظ على الكرنب وهتطلعولك كأنه طازة بالظبط، هي معلقة السكر. هي دي اللي هتخلي الكرنب معاكي مظبوط ويتخزن معاكي على قد ما يقدر. يعني ممكن يقعد لمدة سنة في الفريزر مش هيحصل له اي حاجة. زي ما انت شفت انا نزلت بنص معلقة من الكمون، وهنزل بيه قرفة خشب بكام حتة كده، وبعد كده هنزل بشوية ورق حلوين، وهنزل بقى بالليمونة. الليمونة والسكر هم دول الحافظ بتاع الكرنب، المادة الحافظة بتاع الكرنب يعني. وبكده اهو خلاص سبتها لحد ما يغلو علشان خاطر كل الفوائد تطلع في الغليان ده، علشان اول ما احط الكرنب يخش في الكرنب على طول. زي ما انت شايفة انا بحط الكرنب مقلوبة مش بحطها بوشها، وهبتدي بقى ان انا اقلبها كده بوشها، وبعد كده هبتدي ان انا افككها واحدة واحدة بالشكل ده. بس انت بتجيبي اكبر حلة عندك عشان تعرفي تتعاملي معاها. زي ما انت شايفه انا بسلك الاول بايدي على قد ما اقدر، يعني اللي بعرف اشده بايدي بشد، اللي ما بعرفش هجيب معلقه وهروح شاده بيها. زي ما انت شايفه بالطريقه دي. وطبعا هيكون الميه شغاله في الحوض، هكون سادة الحوض والميه شغاله في الحوض علشان خاطر هطلع من هنا وهنزل في ميه ساقعه على طول. على طول يا دوبك ياخد بس، يعني اول ما ينزل في الميه كده تروحي مطلعاه على طول، ما تسيبهوش ان هو يستوي اصلا، بتطلعيه نص سوا كده. زي ما انت شايفه انا خلصت اول واحده ونزلت تاني واحده، واهو زي ما انت شايفين كده انا فاتحه الميه في الحوض على الكرنب علشان خاطر انا عايزاه الميه الساقعه دي تنزل عليه كده تكون ميه متلجه. هنبتدي بقى ان احنا نقلب التانية بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي واحده واحده. لما تعملي الحاجه واحده واحده وتسمي الله كده مش هيحصل اي حاجه ان شاء الله، كل خير كل خير هيحصل. خلاص كده خفيتها شوية عشان اوريكم التانية برضو هطلعها نفس النظام زي الاولانية بالظبط. بصي بتطلع معايا بكل سهولة. اول بس ما بتخفي كام واحدة اللي هما بيبقوا فوق دول، بعد كده بتلاقيها تطلع معاكي بسهولة خالص. وطبعا انتي شايفة الكرنب نص سوا مش السوا كله. وبكده نكون خلصنا الكرنب، وطبعا هكون مشغلة عليه المية. وبكده خلصنا الكرنب كله وطلعته من المية. بسم الله ما شاء الله، حاجة عظمة كده، حاجة ما شاء الله كبيرة. طبعا انا هوريكم، انا سبت لكم بس 2 كده، هوريكم بقطعها ازاي، بقطع العرش بتاعها ازاي. انا قطعت كله اللي انا حطاه في الصينيه، بس انا سبت 2 بس عشان اوريكم انا بقطعهم ازاي.
هبتدي بقى انا ارسم بالشكل ده، وكل يعني كل شوية انا هطلعهم كده ارسم بالشكل ده، هروح مقطعاهم ل3 3 بالشكل الحلو ده. زي ما انت شايفة الجمال كله، انا بوريكي انا بقطعها ازاي. انا بقطعها 3، انت عايز تقطعيها اكتر قطعيها على حسب الصباع اللي انت بتعمليه. وبكده نكون خلصنا التقطيع كله بالشكل الجميل ده. شفت بقى الورقة عاملة ازاي؟ وريتك الورقة عاملة ازاي، الورقة سليمة وجميلة. هنديها بقى مسحة، بعد كده نخش على اللي بعدها على طول. طبعا ده الكيس دي جميلة جدا، الحافظة بتاعة الاكل دي. هقطع كده ايه 3 ب3، هشوف هستعمل قد ايه، وهوريكم ازاي هخزن الكرنب. هروح بصي مدخلة كده، هروح ماسكة كام واحدة في ايدي، هروح مدخلاهم في الكيس زي ما انت شايفة بالشكل ده. بصي ده اسهل واسرع تخزين ممكن تتخيليه، ممكن تتخيليه. زي ما انت شايفة كده. خلاص هو كده ايه، كده تقدري تخزنيه معاكي من يعني من السنة للسنة، وانت حطاه كده في الفريزر. وبكده خلصنا الفيديو، مع السلامة.